خلى العضله هي اللي تبقى دايما بعيده عن المفصل، فبناء عليها قوتها هي اللي تتضاعف. يعني ايه؟ فكرت في مره كده وانت معدي في الشارع لقيت واحد اللي هو مطلع رمله في المبنى، فتيجي تبص تلاقي ان هو حاطط حوالي 4-5 شكاير رمله على البتاعه دي، اسمها بالمناسبه براويطه، وتلاقي ان هو شايلها كده وماشي، وتلاقي حاطط 5 شكاير رمله كل شكاره 50 كيلو، يعني هو شايل حرفيا ربع طن. وهو لو جه شال واحده بس وحطها كده في ايده هيطلع بالعافيه. ليه؟ لان هو بكل بساطه خلى التحميل يروح على السكند كلاس اوف ليفر بدل الفيرست او الثيرد كلاس اوف ليفر. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الفيرست او الثيرد كلاس اوف ليفر دايما بيبقى الوزن بعيد عن المفصل في الاول وفي الاخر، فدايما الوزن كل ما بيبعد بيتضاعف. هنا بقى ما هو عمل حركه ذكيه قوي، خلى العضله هي اللي تبقى دايما بعيده عن المفصل، فبناء عليها قوتها هي اللي تتضاعف. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندنا هنا اهو ده المفصل العجله، جميل، والوزن فين؟ الوزن بتاع الرمله او ايا كان الحاجه اللي حاططها بيكون هنا. هو عمل حركه صايعه قوي بقى، ان هو خلى الابر ترابس هي اللي تشيل وتكون موجوده هنا. لما تيجي تحط اللاين بتاعك اللي هو المسافه، ودي المسافه العموديه، هتلاقي ان اللاين اوف فورس هو دلوقتي اللي قريب من المفصل، والعضله اللي بتبذل مجهود هي اللي بعيده عن ايه؟ عن المفصل، فبقى تاثير الوزن قل وتاثير العضله زاد.